السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده ان شاء الله هنعمل كده غدوة حلوة قوي ومختلفة. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. هنعمل شوية سندوتشات كفتة وصدق بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله هنعمل كمان العيش الفينو مع بعض في البيت بالطريقة اللي انتوا شايفينها، وهنعمل كمان جنبهم سلطة الطحينة، وهنقدم جنبهم كده جرجير ومخلل. بجد حلوة جدا. يلا نبدأ بسم الله. أول حاجة هنعمل مع بعض العيش الفينو. عندي هنا في حلة العجان نص كيلو من الدقيق الأبيض، دقيق مخبوزات أو متعدد الاستخدام. عندي ربع معلقة صغيرة من محسن الخبز، لو عندك، مش عندك تقدري تستغني عنه. عندي كمان معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وعندي كوباية من المية، كوباية طبعا معيارية. دوبت الخميرة بتاعتي والسكر والملح كده، وقلبت الدقيق مع محسن الخبز كده اللي موجود عندي في العجان. بعدين هنزل عليهم بسائل المية بالخميرة بالتدريج كده. تمام. والعجينة بتاعتي كده لمت زي ما انتوا شايفين. اول ما العجينة تلم نزلت عليها بربع كوباية من الزيت، وسبتها بقى تتخدم كويس قوي زي ما انتوا شايفين. انا عايزة العجينة بتاعتي بتلزق حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين، عشان العيش بتاعي يطلع طري، وكمان ما شاء الله عرقها حلو جدا زي ما انتوا شايفين. هطلعها بقى من العجان عندي او هظبطها كده وهلمها. بعدين هسيبها ان هي تختمر زي ما انتوا شايفين معايا كده. هطلعها كده دلوقتي اوريكم القوام بتاعها. فيها تلزيقة بسيطة جدا ونعمت معايا واتخدمت كويس قوي في العجان. هسيبها بقى واغطيها واسيبها تختمر. بعد بقى ما بتختمر زي ما انتوا شايفين كده معايا، بخرجها من حلة العجان بتاعي على الرخامة بتاعتي. هحط طبعا على الرخامة رشة بسيطة جدا من الدقيق. بعدين هنزل العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده معايا. هديها بقى رشة برضو بسيطة على الوش من الدقيق، وهبتدي ان انا اقطعها كده من غير ما اطلع منها اي تخمير. هقطع العجينة كده عندي زي ما انتوا شايفين معايا. تمام. بعدين بقى هاخد كل قطعة كده وهعملها على شكل كورة على بطن ايديا كده زي ما انتوا شايفين. حجم الكورة كده ممكن قد البرتقانة الصغيرة، او لو حابين توزنوها حجم الكورة 50 جرام. تمام. عملت بقى كل الكمية بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. بعدين هغطيها كده بكيس مفتوح. تمام. وهبتدي بأول واحدة عملتها، أول واحدة يعني كورتها. هفردها كده بالعجلة بتاعتي أو بالمردنة لو ما عندكيش العجلة. هفردها على شكل دايرة وهنفض منها أي دقيق. بعدين هلفها رول واركن، وهكذا التانية. طبعا لو مش حابة ان انت تعملي العيش في البيت، تقدري تشتريه عادي جدا من اي مخبز يعني. بس انا بصراحة بحب اعمل اي حاجة في البيت بايديا. هنا بقى كنت عملت اول 5 رولات عندي او اول 5 كرات عندي. هبتدي بقى باول واحدة بدأت بيها، ابتدي كده ارولها عشان تديني شكل العيش الفينو اللي انا عايزاه. ببرم كده بصوابع ايديا الاتنين، وبعد كده برفع من عند الطرف. تمام. وابتدي بقى ارص في صاج مدهون زيت بسيط عندي زي ما انتوا شايفين كده. طريقته سهلة جدا وبسيطة، وحرفيا والله يا بنات مش بياخد وقت. انا حتى كنت بعمله وعملت الكمية كلها وانا واقفة، ما قعدتش. زي ما انتوا شايفين كمان مرة زي ما انتوا شايفين كده معايا. وطبعا بيسعف جدا للولاد بقى سندوتشات مش عارف ايه. اهم حاجة القفلة تبقى من تحت، القفلة بتاعة العيش تبقى من تحت عشان لما يختمر ما يفتحش معايا في التخمير او في الفرن. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى كنت عملت كل كمية العيش بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى اغطيها واسيبها تختمر. وهنا بعد ما اختمرت
هديها بقى بخة كده بمية بسكر، عندي بخاخة فيها مية بسكر مخصصاها المخبوزات، وادخلها فرن ساخن مسبقا رف اوسط على اعلى درجة حرارة. اول ما ياخد اللون من تحت هطفي من تحت واشغل من فوق الشواية، واول ما يخرج برضو هديله بخة بالمية اللي بسكر وهغطيه. نيجي بقى للغدوة بتاعتنا. هنا عندي ربع كيلو من الصدوق، وعندي ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وعندي بصل وطماطم وفلفل. اول حاجة عشان طبعا نعمل الكفتة بتاعتنا والصدوق. عندي بقى لعمل الكفتة، عندي بصلاية كده متوسطة هحطها في الكبة، وعليها طماطماية، وعليها نص قرن فلفل، وعندي هنا ربع رغيف كده ناشف زي ما انتوا شايفين كده معايا. هحط بقى الفلفل الاسود عليه معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة كده من الملح، وكمان هنزل عليهم بنص معلقة بيكنج باودر. هضربهم بقى كويس قوي في الكبة بتاعتي لغاية لما ينعموا تمام. هنا بقى كان التليفون فصل مني، وكنت فاكراه ان هو بيصور، فكنت حطيت اللحمة على خلطة الخضار وعجنتهم كويس قوي. وبعدين جبت بقى بولة فيها مية ساقعة، بليت فيها ايديا كده، و صبعت الكفتة بتاعتي كده وحطيتها في صينية مدهونة بالزيت. طبعا انا اسفة جدا على المقطع اللي اتقطع. تمام. هصبع كده الكفتة بتاعتي دي، طبعا كفتة عادية جدا، مش كفتة حاتي ولا حاجة، كفتة عادية جدا، وبجد كان طعمها حلو قوي. الطماطم والفلفل اللي كنا مزودينه ليها كان عطيها طعم حلو جدا. تمام. للسندوتشات طبعا، او تقدري تعملي جنبها رز، طعمها كان حلو جدا جدا. هصبع بقى كده كل الكمية بتاعتي، واحطها في الصينية وادخلها فرن ساخن على اعلى حرارة على اول رف في الفرن لغاية لما تستوي. هبتدي بقى في الوقت ده اعمل الصدوق بتاعي. احط طاسة كده على النار او صينية اسخنها كويس قوي، بعدين احط حاجة بسيطة كده من الزيت ورشة من الملح، وبعدين هنزل بالصدوق المتقطع. انا مقطعة هنا الصدوق السوبر مقطعه على 3. تمام. وهديله كده رشة فلفل اسود، وهبتدي ان انا اشوح الصدوق بتاعي اول ما يتشمع، اول ما ياخد اللسعة دي كده زي ما انتوا شايفين هشوحه كده تشويحة سريعة زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بالخضار بتاعي. عندي هنا بصلاية متقطعة جوانح، وعندي فصين من الثوم مقطعاهم شرايح، هنزل بيهم هما الاتنين وهديهم كده تشويحة مع الصدوق بتاعي. تمام. لغاية لما اشم ريحة الثوم كده والبصل واحسهم دبلوا شوية. بعدين هنزل عليهم بقرن من الفلفل، حامي او بارد زي ما تحبي، واشوحهم كده كويس. بعدين هنزل بطماطمايه مقطعاها كده حلقات نص دايرة. تمام. واديها برضو تشويحة، وهنزل بقى عليهم عشان اشيل اي حاجة لازقة في قعر الصينية ربع كوباية من المية السخنة. هديهم تقليبة، واول ما يغلي كده تمام هغطيه شوية كده زي ما انتوا شايفين، وبكده يكون استوى معايا. هركنه بقى على جنب. وكمان هنا الكفتة بتاعتي كانت طلعت معايا من الفرن، ريحتها كانت حلوة جدا جدا وطرية كده زي ما انتوا شايفين معايا، حلوة جدا يا بنات. نعمل بقى شوية سلطة الطحينة. هاجي بقى هنا في الكبة بتاعتي او الخلاط، هنحط نص كوباية من الطحينة الخام الحمراء. انا بحب استعمل الطحينة الخام الحمراء. تمام. هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل، فص من الثوم، هنزل كمان عليها بعصير ليمونة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده معايا. هديها بقى ملح، كمون، رشة فلفل اسود صغيرة، شطة، وهديها كمان نص كوباية نص كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية. بتيجي الاول بربع كوباية واضربها واشوف قوامها زي ما انتوا شايفين كده معايا، تبقى فاتحة وطعمها حلو جدا. هنا كان القوام تقيل معايا، فهزود ربع كوباية مية كمان. انا بحبها يعني سايلة، حاجة بسيطة. هديها برضو ضربة، وهنا هيكون قوامها ظبط معايا كده زي ما انتوا شايفين، تحفة، طعمها تحفة، وفي ثانية الا ثانية بيبقى عندك سلطة طحين. تمام. هقدمها بقى في بولة كده، هركنها على جنب، ونشوف بقى اللي بعده. العيش بتاعنا اهو بعد ما طري
زي ما انتوا شايفين كده، احلى طبعا من الجاهز بمراحل، طري جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده معايا. وبجد ايه، يا ريت تحتفظي بالوصفة دي للمدارس عشان ان شاء الله هتنفعك قوي قوي. نبتدي بقى نحشي السندوتشات بتاعتنا. هنجيب كده المقص ونفتح العيش بتاعنا بكل سهولة. شايفين اللبابة بتاعته كده من جوه. نبتدي بقى نحشيه هنا بالصدق بتاعنا، وهنديله كده رشة من الطحينة. طعمه حلو جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. وقدمنا بقى جنبه مخلل وجرجير. هنحشي كمان الكفتة معانا وهنديها كده رشة من الطحينة. بجد كانت غدوة من الآخر. يا رب تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة. بحبكم جدا في الله.